3 مواسم، مئات الحلقات، وجواهم تفاصيل المسلسل عمره ما وضحها. النهاردة هنطلع كل التفاصيل دي. زي في الحلقة الصغيرة Alongside، في تفصيلة صغيرة لكن مدهشة أغلب المعجبين ممكن يكونوا مخدوش بالهم منها. لما هاني وبلوي دخلوا الجنينة، بلوي وقفت تبص على السمك اللي بيعوم في البركة، بس دي مش أي بركة عشوائية، دي في الحقيقة نفس بركة السمك. شيلي كانت ذكرتها من زمان في حلقة ستام فيست، وفاكر حلقة العمال. هناك شيبي وسباركي كانوا بيبنوا البركة دي طريقة رقيقة جدا المسلسل بيكافئ بيها المشاهدين اللي بيركزوا، بيربط لحظات صغيرة بين الحلقات وبيورينا ازاي حتى أصغر التفاصيل في الخلفية ليها قصصها الخاصة في عالم بلوى. زي ما احنا عارفين حتى الشخصيات الخلفية في بلوى مثيرة للاهتمام، ولحد دلوقتي اكتشفنا تفاصيل كتير عن الشخصيات دي، والنهاردة هنتكلم عن شوية تفاصيل مثيرة عن ست الآيس كريم. لو كنت ركزت كويس هتعرف ان بلوى وبينجو دايما بيشتروا آيس كريم من الست دي، وطول الحلقات شفنا ست الآيس كريم وهي بتكبر شغلها. ومش غريب ان اول مرة شفناها كانت في حلقة الآيس كريم، وساعتها كانت بتبيع الآيس كريم من عربية صغيرة، وبعد كده شفناها بتبيع الآيس كريم في السوق في حلقة لعبة الهدوء، وأخيرا لما شفناها في حلقة العمال كانت بعت عندها عربية آيس كريم كبيرة. دي حاجة بسيطة بس فعلا تفصيلة جامدة. نروح للنقطة اللي بعدها. في حلقة توصيل بابا بنشوف بداية صداقة جميلة بين بينجو وليلى. بعد ما شفنا بداية صداقة بينجو وليلى بنشوف مجموعة صور بتتابعهم لحد ما يكبروا، وبتورينا انهم هيكملوا دراستهم مع بعض لحد ما يخلصوا الجامعة. في واحدة من الصور اللي في الخلفية بنشوف مدرسة بلوى، وده معناه ان الاتنين هيروحوا هناك مع بعض اول ما يتموا 6 سنين، وده مش بعيد لان بينجو لسه كملت 5 سنين. يعني كده ده بيثبت ان بينجو هتروح نفس مدرسة بلوى. واحد من اصحاب بلوى المقربين اللي معاها من وهي صغيرة هو سنيكرز، وفي حاجة دايما بيلبسها ومش بيفرقها تقريبا، وهي الكاب الاصفر بتاعه. كتير من الناس مش واخدين بالهم، بس احنا شفنا سنيكرز من غير الكاب بتاعه مرتين بس، وواحدة منهم في حلقة المستكشفين وهو بينزل على التل في المدرسة. في اللحظة دي بنشوف الكاب بتاعه بيقع من على راسه وهو بيتشقلب. المرة التانية اللي بيشوفوا فيها من غير الكاب بتاعه كانت في الحلقة القصيرة أخبار الكلاب، وهو بيقدم نشرة أخبار تمثيلية صغيرة، وعشان يبقى شكله أكتر احترافية شال الكاب بتاعه. في حلقة العلامة شفنا باندت كان هيبيع بيت عائلة هيلر تقريبا بسبب عرض شغل جاله من زمان، ولما بنقول من زمان فعلا بنقصد أكتر من 40 حلقة قبل كده. في حلقة مهمة الكاري بنلاحظ إنه باندت سافر عشان شغل ورجع بعد 6 أسابيع. وفي حلقة ستيك بيرد لما العيلة بتروح أجازة باندت بيقضي وقت طويل سرحان في أفكاره في الوقت اللي الكل فيه بيستمتع. ممكن نلاحظ إنه القصة الخلفية بتتكلم عن باندت وإحساسه في اللحظة دي، وقتها ما كناش نعرف هو كان بيمر بيه. ببساطة اللي حصل هو إنه لما سافر شارك في اكتشاف أثري كبير، وده خلاه يجيله عرض شغل ممتاز. يعني باندت كان بيفكر يبيع البيت من زمان وفي الآخر ما باعوش، وده خلى المشاهدين وعائلة هيدر يبقوا مبسوطين جدا. في حلقة سباق البيبي لقينا تفصيلة مثيرة. زي ما كلنا عارفين في سباق البيبي سمعنا قصة أول خطوة لبلوى، بس الجزء المثير في الحلقة دي هو إنه لو بصينا على شكل تشيلي في الفلاش باك هنلاحظ إنها ما عندهاش شعر أبيض. ومش بس تشيلي، لو بصينا على باندت كمان مش هنلاقي عنده أي شعر أبيض في وشه. ده في الأساس بيورينا إزاي كبروا مع مرور السنين. دي تفصيلة صغيرة جدا بس بتخلي بلوى ممتعة أكتر في المشاهدة. كل حاجة عن بلوى معروفة كويس، لدرجة إن حتى تماثيل الأقزام اللي في الجنينة عندهم ليها معجبين، ومن بين الأقزام دون جيريمي غالبا هو المفضل عند الجمهور. ولو ركزت كويس في حلقة العلامة هتفتكر إن جيريمي العزيز والمحبوب واللي بيعاني من زمان اتشوط من فريسكي وهي بتتخانق مع رادلي في التليفون، ولما فريسكي شاطت القزم المسكين نقدر نلاحظ شرخ صغير في دماغه. بس كنت تعرف ان الشرخ ده مش بسبب شوتة فريسكي لكن من واحدة من الحلقات اللي فاتت؟ ايوه ده حقيقي. رغم عدوانية فريسكي تجاه القزم بتاع الجنين المسكين نقدر نلاحظ انه حتى قبل اللي حصل ده كان مكسور اصلا. دي هي التفاصيل، وده إشارة مباشرة لحلقة الرحالة فيها بلوى وبنجو كانوا بيلعبوا هم متعلقين في باندت، بس وهم بيعملوا كده بنشوف جيريمي المسكين بيقع على الأرض وقطعة من جسمه بتطير بعيد، وده بيثبت إن قبعاته الخزفية اتكسرت فعلا في اللحظة دي. يعني تشيلي أكيد لصقته تاني بعدين، بس لسه كنت تقدر تشوف الشروخ حتى بعد التصليح. لو كنت بتتفرج على بلوى من زمان هتعرف إن الكلب الطويل هو تفصيلة مخفية مشهورة في بلوى،
وظهر في كل حلقة لحد دلوقتي. بس التفاصيل هي إن في بعض الحلقات الكلب الطويل بيظهر بطريقة ذكية جدا لدرجة إنه صعب تلاحظه. مثلا في حلقة وقت النوم بنجو كانت بتستكشف الكواكب في حلمها، وهنا نقدر نلاحظ الكلب الطويل بطريقة غير معتادة. في اللحظة دي بالضبط لو قربنا على النجوم هنلاحظ فيه كوكبة، ولو وصلنا النجوم ببعض هتكون شكل الكلب الطويل. بجد دي طريقة ذكية جدا لعرض الكلب الطويل. ولسه في أكتر. زي ما احنا عارفين الكلب الطويل دايما بيظهر لوحده، بس ده مش الحال في الحلقة اللي اسمها جليسة الأطفال المزدوجة. في الحلقة دي راد وفريسكي بيراعوا بلوى وبينجوا. وفي آخر جزء من الحلقة لما راد وفريسكي قاعدين في البلكونة بيتفرجوا على السماء بالليل نقدر نلاحظ وجود كلبين طويلين في المشهد. دي يمكن أول مرة نشوف كلبين طويلين مع بعض. زي ما احنا عارفين كل حاجة صغيرة في بلوى ليها معنى مخفي. وفي الحلقة اللي بينجو أعز صاحبتي ليها ليلا بينقذوا فيها يرقة صغيرة، بنلاحظ إن اليرقة الصغيرة بتتحول لعذراء، وبعد كده لفراشة جميلة بتقف على إيدين الاتنين صحاب. وممكن تكون بتسأل نفسك المعنى ورا ده إيه؟ طيب يمكن ما تعرفش، بس الفراشة بترمز للبدايات الجديدة، وفي سياق المسلسل كانت بترمز لبداية صداقة بينجو وليلى، ودي ما كانتش الحلقة الوحيدة اللي شفنا فيها الفراشة الزرقاء. في حلقة الإشارة لما تشيلي وبلوي قاعدين على الدكة نقدر نلاحظ نفس الفراشة الزرقاء بتطير في الخلفية. وزي ما كلنا عارفين حلقة الإشارة كانت عن فرح رادلي وفريسكي، فالفراشة ظهرت تاني علشان ترمز للبداية الجديدة لراد وفريسكي. لو كنت شفت فيديوهاتنا السابقة عن بلوي أكيد فاكر إزاي بعض الشخصيات حصل لهم تغييرات بسيطة في التصميم مع الوقت، زي سوكس وأم ماكنزي وبراندي وكمان شوية شخصيات تانية. لكن مؤخرا لاحظنا شخصية تانية شكلها اتغير، والمرة دي هو بانديت نفسه. لو بصينا على صورة بانديت وهو صغير هنلاقي إن طرف ديله كان أسود بالكامل، لكن لما نبص على بانديت في الوقت الحالي هنلاقي ديله شكله مختلف. دلوقتي طرف الديل عليه الفرو الأزرق العادي، والفرو الأسود بقى في الجزء السفلي من ديله بدل ما يكون في الطرف. هي تفصيلة صغيرة بس أول ما تلاحظها صعب تتجاهلها. كنت تعرف إن مافن عندها قناة يوتيوب خاصة بيها؟ في الحلقة الصغيرة مافن بتفتح علبة بنشوفها وهي بتصور وبتراجع لعبة عربية نال زي اليوتيوبرز الحقيقيين. الموضوع عمره ما أتذكر في أي مكان تاني في المسلسل، يعني ممكن مافن تكون أكبر مؤثرة سرية في عالم بلوي. ودلوقتي التفصيلة الجاية دي فعلا مثيرة للاهتمام. في حلقة حديقة الحيوان في المشهد الافتتاحي بنشوف بانديت متمدد على الكنبة وبيقرأ جريدة، ولو بصينا على الصفحة الأولى من الجريدة هنلاقي صورة لكلب بيلعب كورة. مفيش حاجة غريبة أوي، بس لو رحنا لقدام شوية لحلقة شون هنلاقي بانديت برضه بيقرأ نفس الجريدة بالظبط. ودي بقى النقطة، المشهدين دول بينهم كذا حلقة. حديقة الحيوان هي الحلقة رقم 35 من الموسم الأول، وشون هي الحلقة رقم 50. يعني في تفسيرين للموضوع ده. أولاً بانديت بيعمل نفسه مشغول علشان محدش يضايقه، وثانياً ممكن يكون الرسامين غلطوا غلطة بسيطة هنا. تعالوا نتكلم عن حاجة فعلاً مثيرة. والد وينتون كورنيليوس ممكن يكون نجم سينمائي مشهور في عالم بلوى. باين إنها حاجة غريبة صح؟ بس المسلسل بدينا دليل كبير. في حلقة الأفلام بنشوف بوستر فيلم ضخم في الخلفية، وعلى البوستر ده بالظبط في كلب بولدوج محقق وشبه كورنيليوس بالظبط، نفس الوش نفس الجسم كل حاجة زي بعض. الفرق الوحيد هو شنب شكله مزيف ملزوق على مناخيره. إيه اللي بيحصل هنا؟ هو كورنيليوس مثل في فيلم بوليسي من ورا الناس، هو عايش حياة مزدوجة، أب عادي الصبح ونجم سينما بالليل. المسلسل عمره ما شرح ده، بس الشبه قريب قوي وما ينفعش نتجاهله. وبصراحة الموضوع يضحك لما تفكر إنه والد وينتون ممكن يكون أكبر نجم متخفي في كل بلوى. معظم المعجبين يعرفوا كلوي الكلبة الدلماسية اللي تعتبر من أقرب أصحاب بلوى، لكن عيلتها مخبية سر غريب محدش تقريبا بياخد باله منه. كلوي عندها أخ صغير فعلا. في الأيام الأولى من بلوى استوديو لودو اضطر يشيل شوية شخصيات في الخلفية عشان ما كانش عندهم وقت يرسموا كل الناس، وده غالبا السبب إن في إخوات زي أخت إندي نادرا ما بيظهروا. لكن في حالة كلوي احنا فعلا بنشوف لمحة خفية من أخوها الصغير في الموسم الأول. في حلقة من الحلقات وهما الهيلرز رايحين الملعب كلوي بتظهر وهي بتزق عربية أطفال. أغلب الناس بيعتقدوا إنها مجرد شخصية في الخلفية، بس هي مش كده. بنشوفها تاني في حلقة لعبة الجاسوس، المرة دي في الحديقة مع جوزها. ده معناه إنه البيبي اللي في العربية هو أكيد أخو كلوي الصغير. الغريب إنه عمره ما ظهر تاني في أي حلقة، حتى لما بلوى راحت تزور بيت كلوي يمكن لسه صغير قوي علشان يكون جزء من القصة، أو يمكن الرسامين شاروه من المسلسل من غير ما حد ياخد باله. في حلقة العلامة لاحظنا شخصيات جديدة كتير ما شفناهمش قبل كده،
واحدة منهم لفتت انتباهنا، وهي وظيفة العروسة الثانية لفريسكي في الفرح. في الفرح رادلي اختار إخواته الاثنين بانديت وسترايب يكونوا معاه كوظيفي العريس، لكن في حالة فريسكي هي اختارت شيلي وشخصية تانية احنا عمرنا ما عرفنا اسمها. في شوية احتمالات مين ممكن تكون. فريسكي وتشيلي يعرفوا بعض من وهم صغيرين، احنا عارفين كده عشان عادة بس الصديقة القريبة جدا هي اللي بتختار تكون عرابة، وزي ما احنا عارفين فريسكي هي عرابة بلوي. وكمان وجود ماينارد جار الجد مورت في الفرح بيدعم الكلام ده أكتر، وده بيشير إن فريسكي وتشيلي كبروا مع بعض جنب البحيرة. لو ده صحيح وفريسكي ما اختارتش أخت تشيلي براندي تكون وصفتها في الفرح، يبقى الشخصية الغامضة دي لازم تكون قريبة منها جدا. ممكن تكون أختها. هما مش شبه بعض بس ده مش مشكلة كبيرة. بلوي وبينجو ألوانهم مختلفة تماما برضو، وفي احتمال كمان إنها تكون نسيبتها. في تفصيلة دايما بتخلي معجبين بلوي يتساءلوا عنها، ليه ما فيش قطط في عالم بلوي؟ احنا شفنا كلاب وخيول وطيور وسحالي وحاجات تانية، بس قطط ولا واحدة. أقرب حاجة شفناها كانت في الحلقة اللي الهيلرز لقوا فيها ببغاء صغير مصاب. بانديت بص للطائر وقال أكيد قطة هي اللي عملت كده. بس دي الحاجة الغريبة، عمرنا ما شفنا قطة فعلا، لا ماشية في الشارع ولا في المدرسة ولا حتى كحيوان أليف. طيب فين كل القطط؟ دي واحدة من ألغاز بلوى اللي لسه ما جاوبش عليها حتى بعد 3 مواسم كاملة. مين هو والد إندي؟ شفنا إندي ووالدتها كتير، خصوصا في حلقة الأسواق لما كانوا الاثنين بيشغلوا كشك أكل نباتي مع بعض، لكن والدها مش باين له أي أثر. وبعدين في حلقة من الحلقات عرفنا حاجة مهمة، إندي عندها أخت صغيرة اتولدت قبل ميعادها. إندي شرحت إن الأطفال اللي بيتولدوا بدري بيقضوا وقت طويل في المستشفى. دي مش حاجة طفل يقولها كده وخلاص، غالبا ده مبني على وضع حقيقي في عيلتها. الدليل اللي بعد كده جاي من حلقة البنات الجامدين. إندي وراستي اتخانقوا عشان إندي قالت بابا يقعد في البيت يعتني بالأولاد والأمهات يروحوا الشغل. ده اللي هي شايفاه في الدنيا، وده بيكشف كتير عن حياتها في البيت. في عيلة إندي مامتها هي اللي بتروح الشغل وباباها هو اللي بيقعد في البيت مع الأولاد، ولو أختها الصغيرة لسه صغيرة قوي أو محتاجة رعاية طبية بابا إندي غالبا بيقضي معظم وقته بيعتني بيها. وده يفسر ليه عمره ما بيظهر في السوق أو في المدرسة، هو مشغول برعاية أخت إندي الصغيرة اللي محتاجة اهتمام كبير. لكن المسلسل عمره ما ورى وشه ولا اسمه ولا حتى شكله عامل ازاي. يا ترى هنقابل بابا إندي في يوم من الأيام ولا هيفضل واحد من أكبر ألغاز عيلة بلوي؟ وينتون البلدوج الصغير اللطيف واحد من أظرف أصحاب بلوي، لكن وضع عائلته له غزو كامل. احنا شفنا بابا كورنيليوس في كذا حلقة، بس ايه اخبار ماما وينتون؟ عمرها ما ظهرت ولا اتذكرت ولا ظهرت في اي مكان في المسلسل. اكبر دليل بيجي من حلقة الهليكوبتر لما وينتون طلب من بلوي طيره على بيت باباه. ممكن توصليني على بيت بابا يا ماما؟ الجملة دي بتغير كل حاجة. العيال عادة بيقولوا بيتي او البيت، بس وينتون تحديدا قال بيت بابا، وكمان مش عارف هو فين. هو ساكن فين؟ مش عارفة. وينتون ده معناه بشكل كبير انه مش عايش مع ابوه، وده معناه غالبا انه عايش مع امه، الام اللي عمرنا ما شفناها. لو والدة وينتون هي اللي عايش معاها يبقى غريب انها عمرها ما ظهرت في المدرسة ولا في الحفلات ولا في الحديقة ولا في اي مكان تاني الاهالي عادة بيظهروا فيه. فهي فين؟ ليه كورنيليوس بيظهر في كل مشهد بينما والدة وينتون مش بتظهر خالص؟ هل هي مشغولة مسافرة ولا مجرد شخصية المسلسل لسه ما قدمهاش؟ في كل الأحوال والدة وينتون الغايبة بتفضل واحدة من أكبر ألغاز العيلة في بلوي. ودلوقتي اللي جاي ده مش حقيقة رسمية، دي نظرية معجبين، بس هي من أغرب وأطرف النظريات اللي موجودة في مجتمع بلوي. بعض المعجبين بيهزروا وبيقولوا إن بانديت وتشيلي ممكن يكونوا مهربين دوليين في السر. شكلها مجنونة صح؟ بس النظرية بتقول كده، بانديت عالم آثار، وده معناه إنه بيطلع قطع أثرية نادرة من الحفريات بتاعته. أما تشيلي فهي بتشتغل في أمن المطار وبتفحص الشنط وبتراجع الحاجات اللي بتدخل وبتخرج من البلد. بعض المعجبين شايفين إنه وظيفتينهم متكاملين بشكل مثالي زيادة عن اللزوم. النظرية بتقول إنه بانديت بيلاقي قطع أثرية قيمة، وتشيلي باعتبارها خبيرة المطار ممكن تساعدهم بهدوء إنهم يعدوا الجمارك. طبعا دي كلها مجرد أفكار معجبين سخيفة. بلوي مسلسل أطفال بريء، والمبدعين عمرهم ما يخلوا عائلة هيلر مجرمين فعلا. بس النظرية انتشرت عشان عائلة هيلر عايشين في بيت كبير وجميل. بشكل مفاجئ بالنسبة لعائلة الأب والأم فيها بيشتغلوا شغلانات عادية جدا، فطبيعي إنه المعجبين بدأوا يسألوا أسئلة مضحكة. العم رادلي ممكن يكون متبني فعلا، أو ممكن يكون الأخ غير الشقيق لبانديت وسترايب. لما تبص على عائلة هيلر راد فعلا مختلف وواضح.
وطبقا للموقع الرسمي لبلوي، رادلي متسجل انه هيلر احمر وازرق زي باقي العيله، بس هو عنده فرو احمر فاتح، وده محدش من الباقيين عنده، اللي ما كانش هيبقى غريب لوحده الا لسبب واحد. نفس الموقع كاتب ان الجد بوب والجده كريس هيلرز زرق. لو الاتنين الاب والام زرق، ازاي جابوا جرو احمر في الاخر؟ بعد ما بحثنا في علم الوراثه الحقيقي، لقينا ان الهيلرز الزرق ممكن يكونوا زرق او حمر، بس الفرو الاحمر عاده بيكون صفه سائده، يعني غالبا بتظهر بس لو واحد من الاهل عنده اللون ده، زي بينجو اللي واخد من شله. وبما ان ولا واحد من اهل بندة احمر، ده بيخلينا نسال، يا ترى رادلي متبني؟ يا ترى كان فيه اب او ام هيلر احمر احنا ما شفناهوش؟ ولا اللون الاحمر مجرد استثناء نادر؟ ايا كان الجواب، العم رادلي يفضل واحد من اكثر الالغاز المثيره في عائله الهيلر كلها. سواء كنت مصدق النظريه دي ولا لا، هي بتبين قد ايه في تفاصيل والغاز مخفيه بلوي مخبيها قدام عينينا، حتى بعد ما تتفرج على ال3 مواسم كلهم لسه في مفاجآت مستنياك تكتشفها. في حلقة وقت النوم، حلم بينجو في الحقيقة مرتبط بحكايات قبل النوم اللي مامتها قرتها لها قبل كده في الحلقة. قبل ما تنام تشيلي قرت لبينجو كتابين مختلفين، واحد عن النظام الشمسي والتاني عن الحيوانات اللي بتطلع من البيض. لما بينجو نامت، حلمها بقى مزيج من القصتين. الحلم بينجو بتطلع من الأرض زي الكتكوت اللي بيطلع من البيضة، بعدين لعبتها فلوبي بتطلع من القمر بنفس الطريقة، وفي نفس الوقت بينجو بتسافر في الفضاء وبتستكشف الكواكب. وده بيربط مع الكتاب اللي تشيلي قراه قبل كده. دي حاجة بسيطة بس بتوضح ازاي خيال بينجو بيخلط القصص اللي سمعتها قبل ما تنام. زي ما احنا عارفين، جان لوك بيتكلم فرنسي. في حلقة التخييم، بلوى وجان لوك مش قادرين يفهموا لغة بعض، لكن مع كده قدروا يلعبوا مع بعض ويبقوا أصحاب، وده واحد من الأسباب اللي بتخلي الحلقة دي لا تنسى. بس هنا في تفصيلة جامدة، لو اتفرجت على الحلقة بالنسخة الفرنسية من المسلسل هتلاقي اللغات متبدلة فعلا. بلوي بيتكلم فرنسي وجان لوك بيتكلم انجليزي. لا، احنا محتاجين حاجة ناكلها. ممكن نزرع البذرة دي دي طريقة ذكية عشان نحافظ على نفس فكرة طفلين بيتكلموا لغتين مختلفتين. وفي كمان تفصيلة صغيرة عن جان لوك. في حلقة بينجو، لما بينجو كانت في غرفة اللعب، تقدر تلاحظ رسمة لبلوي وجان لوك على الحيطة. دي تفصيلة صغيرة في الخلفية بتبين قد ايه بلوي كانت مقدرة الصداقة اللي عملتها أثناء رحلة التخييم. ودلوقتي التفصيلة الجاية دي فعلا مضحكة. في حلقة غرفة النوم في بداية الحلقة، في وزغة لزقة بنفسجية ملزوقة على الحيطة في آخر الطرقة، بس لو ركزت كويس هتلاحظ حاجة مثيرة بتحصل لها طول الحلقة. لما البنات كانوا بيوزعوا الألعاب المحشية بتاعتهم، الوزغة بدأت تتقشر من على الحيطة لأول مرة، وبعدين لما تشيري مسكت بينجو وهي بتزق الرف الصغير، كانت الوزغة نزلة أكتر من الأول. وفي نهاية الحلقة لما خرجوا من أوضة بلوى الجديدة، الوزغة كانت وقعت من على الحيطة خالص، ووقعت على الزرعة اللي في آخر الطرقة. دي تفصيلة صغيرة في الخلفية بتتغير واحدة واحدة طول الحلقة كلها. زي ما احنا عارفين، صناع المسلسل بيحبوا يربطوا حلقات كتير ببعض. وفي حلقة الجيش لما رستي وجاك كانوا بيلعبوا عساكر، في حلقة تانية بتحصل في نفس الوقت، غالبا فاتتك. وأول ما جاك اتعرف على كاليبسو. لو بصينا في الخلفية هنلاقي بلوي وكلوي، وهم بيلعبوا نفس اللعبة اللي لعبوها في حلقة المغامرة، فممكن يكون الاتنين دول حصلوا في نفس الوقت. في الحلقة القصيرة جنب بعض في تفصيلة صغيرة غالبا محدش خد باله منها. لما هاني وبلوي كانوا بيتناولوا الفطار، الاتنين أخدوا كورن فليكس، بس لو بصينا على علبة الكورن فليكس بتاعت بلوي هتلاحظ إنها مميزة أكتر. لو أنت من أمريكا ممكن تكون عارف إن النوع ده فعلا موجود في الحقيقة، اسمها فروت لوبس، ويبان إن بلوي بتحب النوع ده جدا، لكن باندت مش عايزها تاكله، واحنا مش بنلومه عشان النوع ده فيه سكر كتير جدا. زي ما احنا عارفين، قبل ما كورنيليوس ساب الأم تيرير كان بيخرج مع بنات كتير، وواحدة من البنات دول هي اللي شفناها لأول مرة في حلقة اللعبة الهادية. لكن الحاجة المثيرة عنها هي إنه من وقت الحلقة دي شفناها بالفعل 3 مرات في 3 حلقات مختلفة. أول مرة كانت في حلقة وضع الرقص، هنا كانت مع كلب تاني لابس نظارة شمس. وفي حلقة الوعود في مشهد الملعب لما بلوي وبينجو كانوا رايحين يلعبوا، كانت واقفة في الشارع بتتكلم مع الراجل اللي بيبيع خطط كهرباء أرخص. فاكروا؟ ده نفس الشخصية اللي بيرن جرس باب عائلة هيلر في حلقة كلب الراعي. وأخيراً في حلقة السيرك لما كل الشخصيات راحوا لمركز الاقتراع عشان يصوتوا لقادة المجتمع بتاعهم، بنشوفها تاني وهي بتتكلم مع زميلة ليها في الركن، يبدو إنها بتدعم المرشح اللي لابس أزرق. في حلقة محل التلفزيون بنشوف كورنيليوس وهو بيجي ياخد وينتون من المدرسة، وعلى الزجاج الخلفي لعربية كورنيليوس بنلاحظ فيه رسمة معينة بس مش واضحة،
لكن بعدين في نفس الحلقة بنشوف عربيته تاني مركونة عند الصيدلية، وساعتها بنشوف الرسمة أوضح. وفي الرسمة بنلاحظ إن فيه طفل وراجل كبير، وفي مكان شخصية تانية المفروض تكون موجودة، باين إن حد حاول يمسحها. التفصيلة دي بتلمح إن أهل وينتون كانوا مطلقين. وكمان كنت عارف إن كورنيليوس قابل أم تيارير لأول مرة في نفس الحلقة. دلوقتي تعالوا نتكلم عن شوية تفاصيل مخفية في حلقة المفاجأة. في الحلقة لما بلوى الكبيرة زارت تشيلي وبانديت بنلاحظ فيه صور كتير متعلقة جوه البيت، وفي واحدة من الصور بنشوف بينجو، ولو ركزت في خلفية الصورة هتلاقي جزيرة الفصح. لو مش عارف، جزيرة الفصح واحدة من أشهر الأماكن اللي بيحب يزورها الناس المهتمين بعلم الآثار. وبما إننا عارفين إن كل حاجة في بلوى ليها معنى، ده ممكن جدا يكون معناه إن بينجو مشيت على خطى بانديت وبقت عالمة آثار زيه بالظبط. وفي البرواز التاني بنشوف عائلة هيلر كلها في الصورة، ويبان إن الصورة دي اتخذت وقت تخرج بلوى، لأنه في الصورة بنشوف بلوى ماسكة شهادتها ولابسة طاقية التخرج. كنت تعرف إن بلوى خبيرة في التريكو؟ في حلقة كاريكوست لاحظنا تفصيلة صغيرة. في الحلقة بنشوف بلوى وتشيلي قاعدين مع بعض، الاثنين قاعدين بيشتغلوا تريكو في حاجة. وفي نفس الحلقة بنشوف بانديت مسافر بعيد عن البيت، وواضح إنه غايب لمدة 6 أسابيع. بعدين في الحلقة بنشوف بانديت بيتكلم فيديو كول مع تشيلي والبنات، وأثناء المكالمة بلوى بتوريه هي ووالدتها بيحيكوا. لكن الجزء المثير هو إنه لما بانديت رجع من رحلته، بنات هيلر راحوا المطار عشان يستقبلوه. دلوقتي لاحظتوا إن بلوى لابسة إشارب بنفس ألوان القطعة اللي كانت هي ووالدتها بيعملوها؟ ده معناه إن الشخصيات مكملة حياتها حتى لو إحنا مش شايفينهم على الشاشة. وكمان لازم نقول إن بلوى شاطرة جدا في التريكو. في حلقة جدو عرفنا شوية أكتر عن طفولة تشيلي. في الحقيقة كانت بتلعب في نفس المكان ده وهي صغيرة، ولما تشيلي وبناتها بدأوا يتسابقوا عشان يمسكوا جدو على واحدة من الشجر، بنشوف إن اسم تشيلي مكتوب على واحدة منهم. وعشان كده إحنا بنعتقد إن تشيلي كانت شقية برضو وهي في سن بلوى وبينجو، وطبعا قررت تسيب علامتها في المكان. في المرحلة دي أغلبنا عارف تفاصيل لوحة عربية عائلة هيلر اللي فيها 419 معناها درجة من درجات اللون الأزرق، و HLR معناها هيلر، يعني ببساطة بلو هيلر. بس كنت تعرف إنه في لوحات تانية بأرقام أغرب كمان؟ مثلا لوحة عربية تيريير مكتوب فيها تيريير بشكل واضح، لكن أطرف لوحة عربية هي بتاعت بيلا. لو بصينا على لوحة عربيتها هنلاقيها مكتوب فيها أولاد كتير قوي، وده بيدل على ال9 أولاد اللي عندها. في حلقة براوني بير بنشوف لقطة سريعة لرخصة السواقة بتاعت بانديت، واللي باين فيها اسمه وتاريخ ميلاده وتاريخ إصدار الرخصة. لكن الحاجة اللي فعلا مثيرة للاهتمام هنا هي تاريخ انتهاء الرخصة 6 أكتوبر 2025. ودلوقتي هنا الموضوع بيبقى مثير أكتر. بعض المعجبين فاكرين إن ده ممكن يكون تلميح سري عن إعلان أو عرض الموسم الرابع. استوديو رودو بيحب يحط تفاصيل خفية زي دي للمشاهدين اللي بيلحظوا التفاصيل. يا ترى دي صدفة ولا هو تلميح لطيف لمستقبل بلوى؟ لو اتفرجت على بلوى لفترة كفاية هتعرف إن بلوى مش دايما كله وردي. في الحقيقة بلوى معروف إنه بيتكلم عن مواضيع جدية كمان، وفي حلقة مرر الطرد لاحظنا موضوع زي ده. هنا بينجو وزمايلها في الفصل بيلعبوا لعبة مرر الطرد. في النسخة دي من اللعبة كل واحد في الآخر بياخد جايزة، لكن علشان يخلي اللعبة أكتر جدية بتغير القوانين بحيث إن طفل واحد بس هو اللي يكسب الجايزة. ده خلى بينجو وباقي العيال يعيطوا ويجروا على أمهاتهم. وهنا لاحظنا حاجة، كل طفل هنا شكله شبه أمه بالضبط ما عدا ميسي. لسبب ما ميسي من سلالة مختلفة تماما عن أمها. ده تلميح بسيط إنه ميسي ممكن تكون متبناه. ده بيوضح رسالة جميلة جدا عن التبني، وده سبب تاني يخلي مشاهدة البرنامج ده تجربة رائعة جدا. على مدار ال3 مواسم من بلوى شفنا شخصيات كتير ليها طباع مختلفة، وبريتزل كمان واحد منهم. بريتزل هو زرو صغير من نوع تشيهواوا. أول مرة ظهر فيها في المسلسل كانت في حلقة كاليبسو، لكن الأحداث اللي في الخلفية على مدار المسلسل قالت لنا أكتر عنه. على عكس باقي الأطفال، بريتزل عنده طابع انفرادي أكتر، يعني بيحب يكون لوحده أغلب الوقت وبيخترع ألعاب لنفسه بس، وبنشوف إن سلوكه بيستمر كده طول الحلقة. لكن لما بنشوفه في حلقات تانية بنتأكد إن دي فعلا شخصية بريتزل، مع إنه بيتعامل كويس مع باقي الأطفال، بس بنلاحظ إنه بيفضل يكون لوحده أغلب الوقت، زي ما شفنا في حلقة الكريكيت أو حتى في نهاية حلقة مغامرة الكاري لما كل الناس بيعملوا حاجة كمجموعة. لكن بريتزل بيستمتع بآيس كريم لوحده في الملاهي، وده بيبين إن طابع الشخصية الجانبية في المسلسل
هو إنه بيميل أكتر للعب لوحده. يبدو إن بريتزل بيحب يقضي وقته مع نفسه، ومش هنقدر نلومه على كده. في الآخر الواحد مش هيلاقي صاحب أحسن من نفسه. دلوقتي تعالوا نتكلم عن تفصيلة مثيرة للاهتمام، والتفاصيل دي عن الحيوانات الأليفة في بلوي. لحد دلوقتي شفنا شوية حيوانات أليفة في بلوي. مثلا لما باندت وبلوي راحوا للدكتور البيطري لاحظنا واحد ماسك الإجوانا بتاعته، وبجانب الإجوانا كمان لاحظنا سمكة ذهبية على الرف. بس السؤال هو إيه الحيوانات الأليفة التانية اللي موجودة في عالم بلوي؟ طبعا مش هيكون في كلاب أليفة. تقدر تتخيل كلاب عندها كلاب كحيوانات أليفة؟ ده هيكون مشهد مضحك جدا. بس من اللي لاحظناه لحد دلوقتي في احتمال ان القطط تكون حيوانات أليفة في عالم بلوي. في الفيديو اللي فات حتى اتكلمنا عن البوستر اللي شفناه في مكتب باندت واللي كان باين فيه كلب الكهف بيصطاد قطة. غير كده عندنا فرقة القطط وعرائس قطط تانية في المسلسل. بس أكبر دليل على وجود القطط ممكن نلاقيه في حلقة المحلات. في الحلقة دي العيال كانوا بيلعبوا لعبة تخيل وبيعملوا نفسهم قطط صغيرة أليفة. وبما ان عندهم فكرة القطط الأليفة ده أكيد معناه انهم شافوا حد عنده قطة أو قطة صغيرة أليفة. بس لسه احنا ما شفناش قطة حقيقية لحد دلوقتي. في كل حلقة من بلوي لو بصيت على التلاجة في بيت هيلر هتلاحظ انها دايما مليانة تفاصيل صغيرة. وفي حلقة بيرفكت لما بنشوف التلاجة نقدر نلاحظ كذا رسمة عملتها بلوى وبينجو. كل الرسومات دي بتشير لحلقات سابقة من بلوى. مثلا في الركن اللي فوق على اليمين بنشوف رسمة لميا واللي غالبا بلوى هي اللي رسمتها، وده إشارة لحلقة باركي بوتس. وكمان بنشوف رسمة سوكس وموفن، ولو بصينا على رسمة موفن هنلاحظ إن وشها باين عليه الغضب وده مناسب لشخصيتها. واحدة من الرسومات دي كمان بتشير لحلقة رحلة العربة اللي فيها باندت كان بيشد بلوى وبينجو في عربية صغيرة للحديقة، وهي نفس العربية اللي باينة في الرسمة. وكمان بنشوف رسمة أكيد اللي عملها بينجو، المرة دي فيها تورتة على شكل بطة اللي باندت كان بيتعب عشان يعملها في حلقة تورتة البطة في عيد ميلاد بينجو. وتحت شوية بنشوف رسمة البنات عملوها لراد وفريسكي ماسكين ايدين بعض وفي قلوب صغيرة فوق راسهم، وده إشارة لحلقة جليس الأطفال. وكمان في رسمة اليونيكورس اللي بلوى وبينجو كانوا بيحبوا يلعبوا بيه، هيكون حلو لو شفنا يونيكورس تاني في الحلقات الجاية. التفصيلة الجاية دي بتوضح قد ايه بلوى واقعية، وده ممكن تلاقيه في حلقة ليلة الزبالة. احنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي بلوى بتتعلم الكاراتيه وبتنتقل من الحزام الأبيض للحزام الأصفر في نهاية الحلقة. بس في تفصيلة كمان محدش خد باله منها. في أول الحلقة لما عائلة هيلر كانوا بيطلعوا الزبالة ممكن نلاحظ فيه شجرة في الخلفية وكمان عليها شوية فواكه، ولو بصينا على الأرض هنلاقي فيه فواكه وقعت على الأرض كمان. ده معناه ببساطة إنه الفاكهة استوت. وفي نهاية الحلقة بنشوف نفس الشجرة تاني، وفي الوقت ده كل الفواكه اللي على الشجرة وقعت على الأرض. ده تفصيل صغير جدا بس بيخلي بلوى واقعية أكتر. في المرحلة دي أغلب المعجبين عارفين عن اللونج دوجز المستخبية اللي متوزعة في المسلسل، بس في حاجة مهمة هنا. أحيانا اللونج دوجز دي مش بتكون عشوائية، هي فعلا بتتعلق بأحداث الحلقة. خد حلقة كيكة البطة كمثال. باندت كان بيخبز كيكة على شكل بطة علشان عيد ميلاد بينجو، ولو ركزت كويس في الدولاب هتلاقي لونج دوج ماسك مدرب عليه كريمة، وده تلميح صغير للكيكة اللي تتعمل. أو في حلقة الأونزيز بلوى وبينجو كانوا بيجروا لابسين لبس حيوانات برية، بلوي لابسة زي حمار وحشي وبينجو لابسة زي فهد، وهما بيجروا ناحية باب البيت هتلاحظ كلب طويل لابس لبس فهد، وده بيربطها تماما بفكرة الحلقة. حتى في حلقة التراب لما ويندي قصت شعرها وشعر يهودا علشان يهودا يقدر يلعب في الطين هتلاقي كلب طويل ورا البانيو بشعر طويل، وده بيعكس المشهد. التفاصيل الصغيرة دي بتبين قد ايه الرسامين شاطرين في إضافة روابط مخفية. في تفصيلة مخفية ممكن تكون ما خدتش بالك منها عن أم يهودا ويندي. على عكس أغلب الأهالي في بلوى، هي تقريبا عمرها ما بتشارك في اللعب أو الكلام مع باندت وتشيلي. تظهر أوقات قليلة لكن غالبا بتكون لوحدها هادية وشكلها أكتر جدية شوية. حتى ما شفناهاش في فرح راد وفريسكي، ولسه مش عارفين شغلها إيه أو فين والد يهودا. هي تفصيلة بسيطة بس وجود ويندي الهادي بيخليها مميزة كواحدة من أكتر الأهالي الغامضين في المسلسل. معظم جمهور بلوى عارفين إن في حلقة جليس الأطفال راد وفريسكي تقابلوا لأول مرة ووقعوا في الحب. كل ده حصل لأنه العم راد وفريسكي جم بالصدفة علشان يرعوا بلوى وبينجوا في نفس الليلة. بس كنت تعرف إن ده في الحقيقة ما كانش صدفة لكن كان متخطط له. في الحلقة تشيلي في الأول طلبت من فريسكي إنها ترعى بلوى وبينجو، لكن العم راد اتصل في آخر لحظة وطلب هو كمان يرعى العيال، وتشيلي ما بعتتش رسالة لفريسكي عن الموضوع ده
لأنها كانت بتحاول توفق بينهم هي وراد. زي ما احنا عارفين في حلقة بامبي وذئب البر العجوز، بينجو كانت في المستشفى، بس المسلسل عمره ما قال لنا السبب، لكن ممكن نعرف ليه. يمكن يكون بسبب الربو. مبدع بلوي جو بروم كشف في مقابلة مع نيويورك تايمز إن بنته الصغيرة دخلت المستشفى أول مرة وهي عندها 3 سنين بسبب أمراض مرتبطة بالربو، وكمان ذكر إنه بنته قضت أسبوع في العناية المركزة. وبما إن معظم أحداث المسلسل مستوحاة من حياة جو بروم الشخصية، ممكن دخول بينجو المستشفى يكون مستوحى من الحدث ده كمان. يمكن جو بروم كان عايز بينجو تمثل بنته الصغيرة وأمراضها المرتبطة بالربو في الحلقة دي، وكمان واضح إن بينجو كانت في المستشفى لمدة أسبوع على الأقل، وكمان الدكتور بيسمع عدرياتي بينجو من ظهرها، وده يتماشى مع مرض مرتبط بالجهاز التنفسي. زي ما كلنا عارفين البطلة الرئيسية في المسلسل هي بلوي، بس كنت تعرف إن في حلقتين بلوي ما ظهرتش فيهم خالص؟ أول واحدة هي حلقة تيرتل بوي، الحلقة دي كلها عن بينجو وبانديت. هنا بينجو راحت تلعب في الحديقة مع بانديت، وهناك لقت لعبة سلحفاة وقضت اليوم كله بتلعب بيها، بس منشوف بلوي في صورة. وكمان تذكرت كذا مرة في الحلقة، لكن الحلقة اللي بلوى لا ظهرت فيها ولا حتى تذكرت هي حلقة الزحليقة. الحلقة دي كلها عن بينجو وليلى. هنا عملوا زحليقة مية بنفسهم وقعدوا يلعبوا بيها طول اليوم. لو اتفرجت على حلقة مدرسة ماما هتفتكر جريني البالونة الخضراء اللي هو كمان ابن بلوي، وفي آخر الحلقة بنشوف جريني بيطير من الشباك وبيكسب حريته، فاكر؟ كل ده بيحصل في الموسم الثاني من المسلسل. وزي ما احنا عارفين كل حلقات بلوي مرتبطة ببعض، يعني أي حاجة بتحصل في حلقة بتأثر على الحلقات التانية، والتفصيلة دي بنشوفها في حلقة العلامة اللي بنشهد فيها فرح فريسكي ورادلي. في واحدة من المشاهد بنشوف لقطة سريعة للسماء وتخمن مين اللي ظهر. جريني بيطير في سماء بريسبن. دي تفصيلة جامدة قوي ومعظمكم ما خدش باله منها. التفصيلة الجاية دي مثيرة للاهتمام. كنت تعرف في الحلقات الأولى من بلوي كل ما الشخصيات كانت بتلبس خوذات حواجبهم ما كانتش بتبان، وده ممكن يكون عادي في رأيكم، وفعلا هو كده. لكن من الموسم الثاني من المسلسل كل ما الشخصيات كانت بتلبس خوذات حواجبهم كانت بتبان من الخوذة. ممكن تفتكر ان ده خطأ في التحريك، بس هو في الحقيقة مش كده. ده اتعمل علشان تعبيرات الشخصية تبقى أوضح، لأن وضع الحواجب بيساعدنا نفهم التعبير أكتر. لو انت مستمتع بالفيديو لحد دلوقتي ما تنساش تدوس لايك. في الحلقة اللي اسمها مستر مونكي جوكس بانديت اتضايق من كتر الألعاب اللي عند البنات وخلاهم يختاروا ألعابهم المفضلة بس. اللعبة الرئيسية في القصة دي هي مستر مونكي جوكس، قرد محشي. بتحاول أخوات هيلر بكل جهدهم ما يتنزلوش عنه، لكن في الآخر سابوه يروح. وفي الآخر خالص بنكتشف إن اللعبة راحت لجرو صغير في المستشفى. لكن الحاجة المثيرة في الموضوع ده إن أم الجرو هي نفس البائعة اللي باعت يونيكورن ضوء القمر لعائلة هيلر، اللي كان المفروض يكون هدية عيد ميلاد مافن في حلقة لعبة الهدوء. على مدار مسلسل بلوي شفنا بلوي وبينجو بيعملوا أصحاب جداد كتير، بس إيه رأيك لو أقولك في واحدة من الحلقات شفنا بانديت كمان بيعمل صاحب جديد. في حلقة الكافيه في الحديقة بلوي بتتعرف على صاحبة جديدة اسمها ويني، وبينما بلوي بتعمل صاحبة جديدة في الحديقة بانديت بيضطر يقعد مع والد ويني وهم بيقابلوا بعض في الحديقة. اللي بدأ إنه كان محرج للآباء الاثنين في الآخر اتحول لصداقة. مع إنه الحلقة بتركز على بلوي وهي بتلعب مع صاحبتها الجديدة، لكنها كمان بتورينا والدها وهو بيتعلم إزاي يكون صاحب لحد جديد تاني، زي ما بنته عملت صاحبة جديدة بسرعة.